حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ اهلا بيكم. لو اول مره بتشوفوني انا دعاء ودي قناتي. النهارده بقى يا جماعه عامله لكم الفول النابت بكل تفاصيله، وازاي الفول النابت يطلع منور معاكي زي ما انتي شايفاه معايا كده. الميه بتاعه الفول او الشوربه بتاعه الفول النابت لونها فاتح جدا شفافه زي ما انتوا شايفين. الفول ما سودش، الميه ما سودتش. كل التفاصيل والتركات دي هقولها لكم. بس نصلي ونسلم على سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونشوف المقادير والطريقه بتاعه الفول النابت عشان يطلع معانا زي ما انتوا شايفين كده. اول حاجه بجيب الفول بتاعي، انا معايا نص كيلو من الفول. حطيته في بوله فيها ميه وسبته بقى بايت في الميه دي حوالي 6 ساعات. يتنقع كده في الميه. وبعد كده بعد ما بيتنقع بتكون الحبايه كده نفشت وكبرت زي ما انتوا شايفين كده على مصفى بقى، ويكون المصفى دي جواها شاشه او فوطه او حاجه نظيفه في المطبخ مخصصاها للكلام ده. بنزل بقى فيها الفول النابت وبقفل الفوطه او الشاشه بتاعتي بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده بجيب بقى كوبايه من الميه، وببدأ ان انا انزل الميه على الفوطه بتاعتي كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. بندي الفوطه. لو الجو حر او جو صيف بسيب الفوطه أو بالمصفى بتاعتها كده في التلاجة، وكل ما الاقيها نشفت انديها بشويه ميه. لو الجو شتاء بسيبها بره على الرخامه بتاعتي عادي، وكل كام ساعه كده زي حبه ميه كده وارشهم على الوش الفوطه بحيث انها تبقى على طول منديه لغايه ما الفول ينبت معايا ويبقى زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كأننا زرعناه بالظبط. نبت بقى معايا وبقى بالجمال ده زي ما انتوا شايفين. يلا بقى نشوف هنعمل ايه بعد كده. طبعا بجيب الفول بتاعي بقى اللي نبت ده، وبجيب بقى ليمون، اهم حاجة عندي عصير الليمون وهقول لكم ليه دلوقتي. وبعد كده عندي كمان طماطمايه ومقطعاها اربع، وبصل مقطعاه اربع، وعندي توم مفروم، وعندي كمان معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، ونص معلقة من الكمون، ونص معلقة من الفلفل الاسود، وطبعا الملح ما ننساهوش. دي المقادير بتاعة الفول النابت شوية، يعني بصوا حاجات سهلة جدا وموجودة في كل بيت، ولا يعني من اسهل واحلى الوصفات بجد. هنروح بقى على البوتاجاز وهنزل كده بمعلقة من السمنة او احط مكعب زبدة، وانزل بقى بالفول النابت واديله تقليبة تشويحة خفيفة كده مع الزبدة بتاعتي بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. او مش لازم زبدة، اي مادة دهنية موجودة، زيت، زبدة، سمنة، اللي موجود عندك حطيه. بعد كده بحط نص معلقة من التوم المفروم، نص معلقة صغيرة، وابدأ بقى ادي للفول كمان تقليبة تاني. ايدي فيه، انا كل ده مش بقلب كتير او مش بحمره، لا انا بس تقليبة خفيفة بس علشان ما يسودش مني. وبعد كده بنزل بعصير الليمون حوالي معلقتين من عصير الليمون. التقليبة دي بقى اللي انا عملتها كده مع عصير الليمون هي اللي هتخلي الفول بتاعي يفضل لونه فاتح زي ما انتوا شايفين كده. مش هيسود خالص، مش هيغمق، المية بتاعته هتفضل شفافة ولونها فاتح للنهاية. بس كده اديته تقليبه، هي تقليبه خفيفه قوي، انا لا بحمره زي ما قلت لكم ولا اي حاجه، هي تقليبه خفيفه يعني بصي اقل من دقيقه كده. وبعد كده ميه سخنه بتغلي، اهم حاجه ميه بفضيها اهو من الكتل لغايه ما بغطي الفول بتاعي. اهم حاجه ان الميه تكون سخنه جدا، ما ينفعش اضيف ميه بارده على الفول. بس كده ضفت بقى الميه السخنه. يعني بصوا وصفة من أسهل وأحلى الوصفات بجد. الفول النابت ليه عشاق ومحبيه، وأكلة شعبية محدش بيختلف عليها، من أحلى وألذ الأكلات السهلة السريعة المفيدة جدا جدا. هضيف بقى الطماطمايه بتاعتي وهضيف البصل، وكمان هضيف نص معلقة كمان من الثوم المفروم غير اللي حطيناها في الاول اللي شوحناها مع الفول. وبعد كده كمان هضيف البهارات، الملح والكمون والكزبرة والفلفل الاسود بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. لو وصلتي معايا بقى لحد هنا يا ريت تحطي لايك لو ما كنتيش حطيتي لايك،
علشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من المشاهدين. بس كده تقليبة خفيفة بقى واغطيه واسيبه يستوي براحته. انا هنا بقى نقلت الفول في حلة تانية لان لقيته محتاج مية كمان، والحلة كانت صغيرة فنقلته في حلة تاني اكبر. وبصوا لسه الفول مستواش، بصوا المية بتاعة الفول منورة ازاي وزي الفل. اغطي عليه بقى واسيبه يستوي براحته على نار هادية. وادي الفول بتاعي بقى بعد ما استوى، بصوا بقى تحفة ازاي، لونه فاتح منور. الشوربة بتاعة الفول رايقة جدا جدا وشفافة وحلوة قوي، لا اسودت ولا الفول اسود ولا اي حاجة خالص. يفضل معانا ايه بقى؟ باقي معانا كده الطشة بتاعة الفول، احلى حاجة في الموضوع كله. بجيب بقى زيت، زبدة، سمنة، اي حاجة المادة الدهنية اللي عندك حطيها ايا كان، معلقتين كبار. وبعد كده بنزل بقى بالثوم المفروم، حوالي كده معلقة صغيرة من الثوم المفروم، ومعاها نص معلقة من الكزبرة الناشفة. واحمر بقى الثوم مع الكزبرة وشموا بقى يا جماعة احلى ريحة. اول ما الثوم بتاعي بقى بيتحمر بالشكل ده، هاخده على طول واروح على حلة الفول النابت بقى وانزل بالطشة على طول. يا سلام، احلى حاجة بجد، الريحة خطيرة، نفسي تبقوا معايا وتشموا بجد، الريحة تحفة قوي. بس كده، شايفين الجمال؟ يعني المنظر بيتحدث عن نفسه، اللون تحفة، المنظر تحفة حقيقي، يشهي ويفتح النفس جدا. شايفين جمال؟ طبعا الحبة بقى اللي في الطبق دول بتوع الطش دول ما بسيبهمش، حبة شوربة عليهم بقى كده واقلب وانزل بيهم هما كمان علشان اخد الطعم كله، ما سيبش اي حاجة. شايفين الجمال؟ المنظر تحفة تحفة تحفة، والطعم بقى يا جماعة بجد يعني حلو جدا. اتمنى تجربوا الوصفة وتعملوها وان شاء الله تعجبكم جدا جدا، لان بجد الفول النابت مليان فوايد حلوة جدا جدا جدا. بيتقدم بقى مع عيش محمص زي ما انا مقدماه كده، وتاكلي بقى وبألف هنا. هستنى رأيكم وتعليقاتكم وتطبيقاتكم، لان بجد رأيكم بيهمني جدا وبيفرق معايا جدا جدا جدا. وجربوا الوصفة وقولوا لي ايه رأيكم، والفول فضل فاتح معاكم ولا لا. اهم حاجة تختاري حباية الفول البلدي الحلو اللي يكون لونه فاتح، وتكون حبايته حلوة كده زي ما شفتوا معايا في الفيديو. ما تجيبيش الفول اللي لونه غامق الصغير ده، ما بيبقاش حلو. ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي على القناة. ولو عايزين اي وصفة قولولي في التعليقات وان شاء الله هبقى اعملها لكم. ويلا باي باي، ونتقابل في فيديوهات جاية كتير مع بعض ان شاء الله. يلا باي باي يا حبايبي.